السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي الدفعة الأدبية، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم مس حنان الشحات. هنشرح النهاردة جزء جديد من فصول التاريخ. هنشرح مظاهر بناء الدولة الحديثة في عهد محمد علي. خليكم معايا هتستفيدوا كتير. هنأكد ازاي نحل الأسئلة بتاعت الاختياري اللي هي بتيجي ملخبطة شوية ونحس ان هي مش جاية من المنهج. لا، هي جاية من المنهج، بس انا محتاجه يبقى عندي معاني كلمات كتير وافهم الجزء ده عايز مني ايه بالظبط. انا هفهمكم هنا كل جزء عايز مننا ايه، خصوصا ان انا بشرح من كتاب المدرسه اللي هو معاكم في الامتحان، هتدخلوا بيه في الامتحان. لو انا فهمت كل كلمه في كتاب المدرسه بتقصد ايه وعرفت كل جزء موجود فين بالظبط، هقدر احل بمنتهى السهوله. تعالوا معانا نشوف محمد علي بنى الدوله الحديثه ازاي. اهتم بالأحوال الاقتصادية. اقتصاد يعني فلوس، يعني دخل الدولة. عشان اهتم بالدولة بتاعتي وتبقى دولة قوية لازم الأول أنظم الأحوال الاقتصادية عشان يبقى معايا فلوس أعمل مشروعات وأقدر أبني قوة وأبني جيش كويس أوي يحمي الدولة بتاعتي. محمد علي طبق نظام اسمه نظام الاحتكار. طبعا لغى الالتزام، يبقى طبق نظام جديد اسمه نظام الاحتكار. ليه؟ لما تفسر أو طبق محمد علي نظام الاحتكار ليضمن الدخول في سوق التجارة الدولية منافسا لغيره من الدول. ده السبب اللي هو طبق ليه نظام الاحتكار. طبق نظام الاحتكار عشان يكون منافس للدول الأخرى في التجارة العالمية. طب كان هدفه إيه؟ كان هدفه في تطبيق نظام الاحتكار إنه يشرف على كل المصادر الاقتصادية في الدولة. كل اقتصاد مصر يبقى في ايد محمد علي. لما نيجي نعرف الاحتكار هو ان تقوم الحكومة ممثلة في محمد علي بالاشراف على الاقتصاد، جملة وتفصيل. طب ازاي؟ من خلال تحديد نوع الغلات التي تزرع، ده في الزراعة، ونوع المصنوعات التي تنتج، ده بالنسبة للصناعة، وتحديد اثمان شرائها من المنتجين، يبقى ده بالنسبة للتجارة، واثمان بيعها في السوق. يعني محمد علي هيسيطر على كل نواحي الاقتصاد في الدولة. ونواحي الاقتصاد زمان كانت متمثلة في الثلاث أنشطة: الزراعة والصناعة والتجارة والنقل طبعا والمواصلات عشان يخدم دولت. أول نشاط هو اهتم بيه الزراعة. الزراعة دايما هي أهم الأنشطة الاقتصادية، لأن الزراعة بتوفر لي مواد خام. إجراءات محمد علي في الزراعة أدت إلى إيه؟ رقم 1: تغيير أوضاع الملكية والحيازة الزراعية. عمل إيه محمد علي عشان يغير في الزراعة؟ ألغى نظام الالتزام. يبقى محمد علي ألغى نظام الالتزام اللي كانت الدولة العثمانية فرضاه. وصادر، يعني إيه صادر؟ يعني خد أراضي الملتزمين وسجلها باسم الدولة. خد الأراضي وبدأ يكتب الأراضي باسم الدولة. اللي هي مين الدولة دي؟ الدولة هي محمد علي. يبقى محمد علي عمل أول إجراء اتخذه بالنسبة للزراعة تغيير أوضاع الملكية والحيازة الزراعية. إزاي؟ بإلغاء نظام الالتزام ومصادرة أراضي الملتزمين وتسجيلها باسم الدولة. في خلال 6 سنوات كانت كل الأراضي الزراعية باسم الدولة، يعني باسم محمد علي. عمل كمان على توفير أكبر قدر من الدخل من الإنتاج الزراعي، يعني بدأ ينمي الإنتاج الزراعي، يزود الإنتاج الزراعي. طب إزاي؟ عمل محمد علي أو هدف محمد علي إلى زيادة الإنتاج الزراعي من خلال إحلال أساليب زراعية جديدة مكان الأساليب القديمة. الأساليب الزراعية دي كانت بتؤدي إلى زيادة الإنتاج وتقليل الجهد. كمان استخدم المدربين، يعني جاب مدرسين، ناس تدرب المزارعين والفلاحين من كل مكان وحدد واجبات ومسؤوليات كل فرد. كمان محمد علي اهتم بالتعليم الزراعي. يعني أنشأ مدرسة زراعية، مدرسة الزراعة، يعني كلية الزراعة دلوقتي. برقم 1: إحلال أساليب زراعية جديدة. الإحلال أساليب زراعية جديدة دي بتعمل إيه؟ بتزود الإنتاج وبتقلل الجهد. الاهتمام بالتعليم الزراعي. ازاي يهتم بالتعليم الزراعي؟ استخدام الخبراء الزراعيين من الخارج، يعني يجيب مهندسين زراعيين من بره عشان يعلموا الفلاحين في مصر.
وأنشأ كمان مدرسة للزراعة عشان المصريين يتعلموا فيها الأساليب الحديثة للزراعة. تحسين طرق الري، بدأ يحسن طرق الري. ازاي برضو يحسن طرق الري؟ من خلال اهتمامه بشق الترع وحفر القنوات وإنشاء القناطر، وكان أهم قناطر أنشأها محمد علي هي القناطر الخيرية. يبقى مين اللي أنشأ القناطر الخيرية؟ محمد علي. النتائج المترتبة عن تحسين طرق الري: تحويل أراضي الوجه البحري إلى الري الدائم بدل طبعا من الري القديم. يبقى من نتج عن اهتمام محمد علي بتحسين طرق الري تحويل أراضي الوجه البحري إلى الري الدائم. يجي يقول لي كده في الاختياري: تحولت أراضي الوجه البحري إلى الري الدائم بسبب اهتمام محمد علي بتحسين طرق الري. طبعا هيجيبها لي في الاختياري لأن أنا أسئلتي كلها يا إما اختياري يا إما صح وغلط. كمان عمل إيه محمد علي؟ إدخال أنواع جديدة من النباتات الزراعية، وهنا اتشابه مع الحملة الفرنسية لأن الحملة الفرنسية كمان أدخلت أنواع جديدة من النباتات الزراعية لمصر. زي إيه النباتات اللي أدخلها محمد علي؟ التوت، بس كان ليه هدف اقتصادي من التوت ده عشان يربي دودة القز اللي بتنتج الحرير. وكمان أدخل نبات النيلة الهندية. طب هينفعني بإيه نبات النيلة الهندية دي؟ بيدخل في الصبغة. تحسين زراعة القطن. ليه بيحسن زراعة القطن؟ عشان يخلي القطن منافس للأقطان العالمية، وفعلا نجح في كده. النتائج المترتبة على الإجراءات دي إن الإنتاج الزراعي زاد جدا في عهد محمد علي، والأراضي الزراعية كمان زادت، وبيها كمان زادت الملكية الزراعية. طب ده الإجراءات اللي خلت محمد علي يرتفع بالزراعة أو يزود الإنتاج الزراعي. طب طبق نظام الاحتكار ازاي في الزراعة؟ نظام الاحتكار اتطبق في الزراعة من خلال تزويد الفلاح باحتياجاته من بذور ومواشي وأدوات. طب هيديها له مجانا؟ لا، يخصم ثمنها أو قيمتها من المحصول عند تسليمه. يبقى اللي فات ده كان إجراءات اتخذها محمد علي للنهوض بالزراعة. إجراءات محمد علي للنهوض بالزراعة: إحلال أساليب زراعية جديدة، الاهتمام بالتعليم الزراعي، تحسين طرق الري، إدخال أنواع جديدة من النباتات الزراعية. أما تطبيقه لنظام الاحتكار فده كان من خلال مد الفلاح أو تزويد الفلاح باحتياجات الزراعة من إيه؟ من بذور ومواشي وأدوات. هيديها له مجانا؟ لا طبعا، هيخصم ثمنها أو قيمتها من المحصول عند تسليمه. الحاجة الثانية: إلزام الفلاحين بزراعة ما تقرره الحكومة من الحصلات الزراعية. ما احنا بنقول إن الاحتكار أن تقوم الحكومة ممثلة في محمد علي بتحديد نوع الغلات التي تزرع. يبقى هنا طبق محمد علي الاحتكار في الزراعة من خلال تزويد الفلاح باحتياجاته من الزراعة وإلزام الفلاحين بزراعة ما تقرره الحكومة من الحاصلات الزراعية. ده كان بالنسبة للزراعة. عمل إيه في الصناعة؟ الصناعة كانت متدهورة، لأن زي ما شفت أيام الدولة العثمانية ما كانوش بيهتموا بالصناعة، كان مجرد حرفيين بس بيشتغلوا وبيدفعوا ضرائب على الشغل بتاعهم. فالصناعة ما كانتش ملائمة لمحمد علي ولا بتلائم حاجة الجيش والأسطول، فقرر إن هو يخضع الصناعة لنظام الاحتكار، لأن الصناعة هي أساس إمداد الدولة بما تحتاجه من منتجات. عشان يبني قوة ذاتية للدولة لازم يهتم بالصناعة. طبق الاحتكار في الصناعة ازاي محمد علي؟ من خلال إمداد الصناع بالمواد الخام اللازمة للصناعة، لكن كان بيدي المواد الخام بثمن عالي، يرفع أسعار المواد الخام ويشتري طبعا المنتجات بأسعار منخفضة عشان يحقق للدولة ربح مناسب. يبقى محمد علي عمل إيه؟ أمد الصناع بالمواد الخام واشترى المنتجات بالسعر اللي بتحدده الحكومة. محمد علي رفع أسعار المواد الخام وخفض أسعار المنتجات عشان يحقق ربح مناسب للدولة. ومع ذلك الصناع، الطائفة بتاعت الصناع برضو ازدهرت، لأن لم يتم إلغاء طوائف الحرف، فضلت طوائف الحرف مستمرة في عهد محمد علي. محمد علي
الاحتكار، نظام الاحتكار لما طبقه في الصناعة ساعد على تطوير الإنتاج الصناعي. عمل إيه عشان يطور الإنتاج الصناعي؟ أقام مصانع حكومية تتبع الدولة مباشرة. يجي يقول لي ساعدت سياسة محمد علي في الإنتاج الصناعي على تنمية القطاع العام. صح ولا غلط؟ صح طبعا، لأنه أقام مصانع حكومية تتبع للقطاع العام. محمد علي كان أول من أنشأ المدارس الصناعية أو اهتم بالتعليم الصناعي. صح ولا غلط؟ برضو صح، لأن محمد علي أكبر مشايخ الحارات على جمع الصبية، الأطفال الصغيرين اللي في سن 11 سنة، عشان يشتغلوا في مصانع إجباري، فأصبحت مصانع الدولة زي مدارس صناعية. كمان اهتم محمد علي بإرسال بعثات للخارج لدراسة فنون الصناعة المختلفة وترجمة الكتب الصناعية. يبقى الإنتاج الصناعي في عهد محمد علي اتطور إزاي؟ من خلال إقامة مصانع حكومية تتبع الدولة مباشرة، إجبار مشايخ الحارات على جمع الصبية للعمل في مصانع الدولة إجباريا، تخصيص بعثات للخارج لدراسة فنون الصناعة. لما يجي يقول لي نهضت سياسة محمد علي بالصناعة، صح ولا غلط؟ طبعا صح. كان محمد علي أول من يهتم بالتعليم الصناعي في مصر. صح. إزاي؟ الدليل إنه جمع الصبيان واشتغلوا في مصانع الدولة وبقت مصانع الدولة مدارس صناعية. ارتبط التعليم في عهد محمد علي بالصناعة؟ أكيد صح، لأن محمد علي كان بيرسل بعثات تعليمية للخارج عشان يدرسوا فنون الصناعة المختلفة وترجمة الكتب الصناعية. بالنسبة للتجارة، محمد علي طبق عليها نظام الاحتكار، لكن التجار في عهد محمد علي اتضروا كتير عشان محمد علي كان هو التاجر الأول. محمد علي أخضع التجارة لنظام الاحتكار. إزاي؟ التجارة الداخلية احتكر تصويب جميع الحاصلات الزراعية، يعني الوحيد اللي بيبيع ويشتري في مصر هو محمد علي. يبقى احتكر محمد علي تصويب جميع الحاصلات الزراعية، مفيش فلاح يقدر يبيع لحد تاني غير للشونة الحكومية اللي هي بتاعت محمد علي. بالنسبة للتجارة الخارجية، محمد علي كان هو اللي بيبيع للتجار الأجانب في الداخل وفي الخارج، وكمان احتكرت الدولة تجارة الواردات. كان محمد علي ما بيشجعش الاستيراد أبدا، كان دايما هو اللي يصدر. كان بيشوف إن الدولة القوية هي التي تزيد صادراتها على وارداتها. ده كان يرى محمد علي مفروض أي حد يشوف ده، الدولة القوية اللي تصدر تبيع منتجاتها للخارج مش تشتري من الخارج. يبقى الدولة القوية من وجهة نظر محمد علي، من وجهة نظر أي حد فاهم، هي الدولة التي تزيد صادراتها على وارداتها. ده بالنسبة للتجارة. النقل والمواصلات، اهتمام محمد علي بالنقل والمواصلات أدى إلى استعادة مكانة مصر التجارية. طب ايه علاقة النقل والمواصلات بالتجارة؟ هم مرتبطين مع بعض، لأن النقل والمواصلات بيسهل الإنتاج الزراعي والصناعي والتجاري، وتمهيد الطرق البرية وبناء الأسطول هيساعد على نقل المنتجات ونقل المواد الخام ونقل المحاصيل الزراعية من مكان لآخر. محمد علي كمان اهتم بتطهير البحر الأحمر من القرصنة، فكانت نتيجة اهتمامه كده عودة التجارة العالمية إلى مصر مرة أخرى. إزاي؟ من خلال تفضيل شركة الهند الشرقية. شركة الهند الشرقية دي في إنجلترا، إنجليزية، استخدمت طريق البحر الأحمر عشان تعدي للتجارة بتاعتها بدل من طريق رأس الرجاء الصالح اللي هو الدوران حول أفريقيا. يبقى اهتمام محمد علي بالنقل والمواصلات أدى إلى إيه؟ استعادة مكانة مصر التجارية مرة أخرى بعد أن فقدتها باكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح. طب إزاي يتم؟ بتطهير البحر الأحمر من القرصنة. يبقى تطهير البحر الأحمر من القرصنة أدى إلى تأمين الطريق، فالشركات الإنجليزية وأشهرها شركة الهند الشرقية رجعت تاني تستخدم طريق البحر الأحمر لمرور التجارة بدل من الدوران حول أفريقيا. فأنا من الجزء أقدر أطلع أسئلة كتيرة جدا. ارتبط تطوير الإنتاج الزراعي والصناعي بالنقل والمواصلات؟ طبعا صح، من خلال نقل المنتجات والمحاصيل والمواد الخام.
الأحوال الاجتماعية. أحوال اجتماعية يعني أفراد المجتمع اللي احنا عايشين فيه. الأحوال الاجتماعية اتطورت تطور ملحوظ بسياسة محمد علي، بس بسياسة محمد علي الاقتصادية. يبقى الاقتصاد ارتبط بتطوير القوى الاجتماعية في مصر. طب ازاي؟ سياسة محمد علي الاقتصادية أدت إلى ظهور قوى اجتماعية واختفاء قوى أخرى وتدهور قوى أخرى. يبقى أنا عندي سياسة محمد علي الاقتصادية أدت إلى انتهاء نفوذ المماليك كهيئة حاكمة. طب حل محل المماليك مين؟ أسرة محمد علي والأتراك اللي هم عناصر تركية موجودة في مصر. تضاؤل، يعني إيه تضاؤل ده؟ يعني قل تضاؤل نفوذ علماء الأزهر والقيادات الشعبية، لأن محمد علي قضى عليهم زي ما احنا شفنا في الدرس اللي فات. يبقى تضاءل نفوذ علماء الأزهر والقيادات الشعبية، وحل محلهم خريجي المدارس الجديدة. يبقى مكان علماء الأزهر والقيادات الشعبية مين؟ خريجي المدارس الجديدة. اللي هي ايه المدارس الجديدة؟ هنشوف مدارس المهندس خانة ومدارس الزراعة والمدارس الحربية، بقى هم اللي ظهروا في المجتمع المصري محل علماء الأزهر والقيادات الشعبية. كمان ظهر طبقة من ملاك الأراضي. بدأ محمد علي يفتح باب تملك الأراضي، فظهر طبقة جديدة اسمهم الأعيان. مين الأعيان دول؟ ملاك الأراضي الزراعية. وكمان متوسطي الملاك دول ظهروا في المجتمع في منتصف القرن التاسع عشر بسبب توسيع حقوق الملكية. يعني ايه توسيع حقوق الملكية؟ يعني أصبح من حق الفرد المصري أو الفلاح المصري إنه يمتلك الأراضي الزراعية. ده إمتى؟ في منتصف القرن التاسع عشر. يعني إيه منتصف القرن التاسع عشر؟ يعني 1850. ده كده منتصف القرن التاسع عشر. خلي بالي القرن أنا بزود واحد على الجزء ده، يعني ده 18 يبقى القرن ال19. لو كان 17 زي ما أنا شرحت قبل كده يبقى القرن ال18. يبقى طبقة الأعيان أو كبار ملاك الأراضي الزراعية ظهرت في منتصف القرن التاسع عشر، اللي أدى لظهورها توسيع حقوق الملكية. كمان ظهر طبقة عمال الصناعة مع استمرار طوائف الحرف. أنا لسه بقول إن اهتمام محمد علي بالصناعة أدى إلى تحسن أحوال الصناع، لكن ما اختفتش طوائف الحرف. أمال هتختفي إمتى طوائف الحرف دي؟ أثناء الاحتلال البريطاني هتختفي تماما طوائف الحرف. يبقى ظهور طبقة عمال الصناعة وكمان استمرار طوائف الحرف كوسطاء للحكومة. يجي يقول لي صح ولا غلط؟ قضى محمد علي على طوائف أو على شيوخ الطوائف في الصناعة. طبعا لا، غلط. احنا بنقول استمرت طوائف الحرف كوسطاء للحكومة. طبقة التجار تدهورت بسبب سياسة محمد علي في الاحتكار، لأن محمد علي زي ما قلنا كان التاجر الأول، فاختفت شخصيات تجارية كبيرة زي مين؟ زي أحمد المحروقي، تاجر مصري كبير. اختفت الشخصيات دي. طب حل محل المصريين مين؟ التجار الأجانب ووكالاتهم وقيامهم بدور الوسطاء. يبقى طبقة التجار كمصريين اختفت. طب حل محلها مين؟ تجار أجانب. يبقى هنا تأثرت تجار كثيرا بسياسة محمد علي الاحتكارية. صح ولا غلط؟ صح، لأن محمد علي كان هو التاجر الأول. ظهر لي طبقة جديدة. مين الطبقة دي؟ البدو. مين هم البدو؟ سكان الصحراء. أخلي بالي إن البدو وقت الدولة العثمانية كانوا بيشتغلوا إزاي؟ بيعملوا غارات على المدينة، فكانوا بيهددوا الأمن في المدينة. فتحولت أحوال البدو تماما من طبقة لها آثار سلبية على المجتمع المصري إلى طبقة اجتماعية مستقرة بسبب منح محمد علي زعماء البدو أراضي واسعة، فبالتالي دخل البدو في الحياة المدنية. مين يمس البدو دول؟ البدو هم سكان الصحراء. لما يجي يقول لي انخرط سكان البدو في الحياة المدنية بسبب سياسة محمد علي الاقتصادية، أقول له صح طبعا، لأن سكان الصحراء هم
البدو. تعالوا نشوف أهم حاجة وهي التعليم. التعليم ودوره في بناء الدولة الحديثة. محمد علي ربط التعليم بسياسة الاحتكار الاقتصادي. من غير التعليم ما تقومش أي دولة. عايز أبني دولة قوية أهتم بالتعليم. محمد علي عشان يهتم بالزراعة بنى مدارس زراعية، عشان يهتم بالصناعة أنشأ مدارس صناعية، عشان يهتم بالتجارة جاب مدرسين ومعلمين من الخارج يعلموا الناس أصول المحاسبة وأصول التجارة زي ما هنشوف المدارس اللي هو فتحها. يبقى محمد علي بدأ يهتم بالتعليم لأن بناء القوة الذاتية اللي عايزها محمد علي محتاجة ناس متعلمين وناس فاهمين هما بيعملوا ايه بالظبط. أول حاجة اهتم بيها محمد علي، أولا محمد علي اهتم بالتعليم في جميع مراحله، تعليم عالي، تعليم ثانوي، تعليم ابتدائي. طب ازاي ما انا المفروض ابدا من التعليم الابتدائي؟ لا، محمد علي بدا بالتعليم العالي. ليه؟ عشان يعلم المصريين والمصريين يعلموا في المرحله الثانويه وفي المرحله الابتدائيه. يبقى محمد علي بدا بالتعليم العالي وبعدين الثانوي وبعدين الابتدائي عشان يخرج مدرسين متعلمين يدرسوا هم في المدارس الحكوميه اللي محمد علي هيفتحها. بدايه أوفد بعثات. يعني إيه أوفد بعثات؟ يعني أرسل البعثات إلى الخارج. مجموعة من طلاب الأزهر بدأ يبعتهم عشان يتعلموا بره. بعت البعثات دي فين؟ إيطاليا، فرنسا، إنجلترا، النمسا، 4 دول أوروبية، لأنه أرسل البعثات لأوروبا بالتحديد. أرسل بعثات لإيطاليا وفرنسا وإنجلترا والنمسا لمدة 34 سنة، يعني 4 عقود، من 1813 ل 1847 بيرسل بعثات تعليمية عشان ينمي التعليم في مصر. بيرسل البعثات دي ليه؟ لاكتساب الخبرات اللازمة ولدراسة الفنون العسكرية وبناء السفن والملاحة وتعلم الهندسة والميكانيكا وأصول الري والصرف ودراسة القانون وكمان السياسة. يعني كل فروع العلم محمد علي أرسل بعثات عشان الطلاب يتعلموا فيها. يبقى كده محمد علي بدأ يأسس الدولة القوية باهتمامه بالتعليم في كل مجالاته. ايه هي كل مجالاته؟ فنون عسكرية، بناء سفن، ملاحة، هندسة، ميكانيكا، أصول الري، الصرف، دراسة القانون، السياسة. كل مجالات التعليم محمد علي اهتم بيها. من ضمن الناس ومن أشهر الناس اللي أرسلهم محمد علي في البعثات التجارية الشيخ رفاعة رافع الطهطاوي. الشيخ رفاعة رافع الطهطاوي كان إمام لطلاب أول بعثة كبيرة لفرنسا. يبقى رفاعة رافع الطهطاوي ذهب في بعثة كبيرة إلى فرنسا. اتعلم إيه؟ اتعلم الثقافة الإنسانية. يبقى استفاد، كلمة أفادة دي يعني استفاد رفاعة الطهطاوي كثيرا من الثقافة الإنسانية. نتج عن استفادة رفاعة الطهطاوي من الثقافة الإنسانية إنشاء أو تأسيس مدرسة الألسن. صح ولا غلط؟ طبعا صح. ليه؟ لأن رفاعة الطهطاوي عندما استفاد من الثقافة الإنسانية الفرنسية أدرك قيمة الاطلاع على علوم ومعارف المجتمعات الأوروبية. بدأ يفهم إن من الأهمية بمكان مهم جدا إن احنا نطلع على معارف المجتمعات الأوروبية وعلى الترجمة. فاقترح على محمد علي تأسيس مدرسة الألسن. يعني إيه مدرسة ألسن؟ يعني مدرسة لغات يتعلم فيها كل اللغات الأوروبية والترجمة. مدرسة الألسن كان ليها الفضل في نقل معارف الغرب إلى مصر. يبقى كان لرفاعة الطهطاوي فضل في نقل معارف الغرب إلى مصر. صح طبعا. إزاي؟ لأنه اقترح على محمد علي تأسيس مدرسة الألسن. إيه دور مدرسة الألسن؟ الترجمة وتعليم اللغات. الترجمة وتعليم اللغات. رفاعة الطهطاوي كان إمام لأول بعثة كبيرة إلى فرنسا. الطلاب اللي راحوا لأوروبا هم طلاب الأزهر، راحوا لإيطاليا وفرنسا وإنجلترا والنمسا. ده بالنسبة للبعثات. نشوف المدارس اللي أقامها محمد علي. محمد علي أقام مدارس لخدمة التنمية
الاقتصادية والعسكرية. عمل المدارس، بدأ ينشئ المدارس من 1816 ل 1839. أخلي بالي وأركز في اللي أنا قلته قبل كده، إن محمد علي بدأ بالتعليم العالي، فبدأ يرسل البعثات من إمتى؟ من 1813. البعثات دي رجعت تعلم في المدارس اللي أنشأها محمد علي بداية من 1816. يبقى أول حاجة عملها محمد علي البعثات عشان يخرج جيل فاهم يعلم الأجيال بعد كده. من أهم المدارس اللي أنشأها محمد علي مدرسة المهندس خانة، يعني الهندسة والطب والصيدلة، ومدارس لتعليم المحاسبة والفنون، ومدارس صناعية والزراعة والبيطرة، كلها مدارس عليا، كليات بمفهومنا دلوقتي اسمها كليات. يبقى محمد علي أنشأ المدارس العليا، الكليات اللي بتخدم أهدافه الاقتصادية والعسكرية. أنشأ مدارس مهمة جدا، مدارس عليا مهمة زي المهندس خانة، الطب، الصيدلة، مدارس لتعليم أصول المحاسبة والفنون، كمان مدارس صناعية ومدارس زراعية ومدارس طب بيطري. مين اللي كان بيدخل المدارس دي؟ طبعا تلاميذ الأزهر والكتاتيب. طب ليه تلاميذ الأزهر والكتاتيب؟ عشان احنا عارفين ان أيام الدولة العثمانية اقتصر التعليم على الأزهر الشريف ودروس الفقه والتشريع، فما كانش عندي حد تاني يخش المدارس دي غير الناس بتوع الأزهر اللي يدوبك بيعرفوا يقروا ويكتبوا وحافظين القرآن، وكل تعليمهم تعليم ديني، ثقافة دينية. هنا اختلطت الثقافة الدينية بالثقافة المدنية، فبدأ يحصل عند الطلاب حاجة اسمها ازدواجية الفكر. ازدواجية الفكر دي أنا بقى فكري مختلط مزدوج ما بين الثقافة الدينية وما بين الثقافة المدنية. التعليم بدأ يختلف. هنا بدأت تظهر بشدة ازدواجية الفكر. لكن هل بداية ازدواجية الفكر كانت في عهد محمد علي؟ لا، بداية ازدواجية الفكر كانت من الحملة الفرنسية، وخصوصا إنشاء المجمع الفرنسي. يبقى بدأت ازدواجية الفكر في عهد محمد علي؟ أكيد غلط، لأن ازدواجية الفكر بدأت منذ أيام الحملة الفرنسية. ازدواجية الفكر يعني فكر مختلط ما بين الفكر الديني والفكر المدني. الفكر الديني اللي هو التعليم السائد الموجود في مصر اختلط بالفكر المدني اللي جاي من أوروبا. دي معنى كلمة ازدواجية الفكر. المدارس اللي أنشأها محمد علي كان ليها تخصصات متعددة، فمحمد علي أنشأ لهذه المدارس حاجة اسمها ديوان المدارس، إدارة خاصة سميت بديوان المدارس اللي عرفت فيما بعد بوزارة التربية والتعليم. يبقى أول من أنشأ وزارة التربية والتعليم في مصر هو محمد علي باشا. كان اسمها إيه؟ كان اسمها ديوان المدارس. ليه أنشأنا ديوان المدارس؟ ليه محمد علي أنشأ ديوان المدارس؟ بسبب تعدد المدارس واتساع نطاقها. يبقى كان إنشاء ديوان المدارس بسبب تعدد المدارس واتساع نطاقها. نشوف الأحوال السياسية وتطورها. سياسة يعني نظام حكم. أخليني فاكرة دايما معنى كلمة السياسة، نظام الحكم. نظام الحكم في عهد محمد علي ما اختلفش كتير عن الدولة العثمانية، لأن محمد علي كان بيحكم حكم فردي مطلق زي السلطان العثماني بالظبط. يبقى استمر نظام الحكم في عهد محمد علي على ما كان عليه أيام الولاة العثمانيين، إلا إن محمد علي حط نظام كده حديث يعتبر شورى بس، مجرد استشاري، اللي هو إيه؟ فكرة الدواوين اللي جابتها الحملة الفرنسية. استفاد محمد علي سياسيا من الحملة الفرنسية، صح ولا غلط؟ أكيد صح. ليه استفاد سياسيا من الحملة الفرنسية؟ حيث قام بإنشاء الدواوين تماشيا مع أفكار الحملة الفرنسية. إيه الدواوين اللي أنشأها محمد علي؟ طبعا في السلطة التنفيذية والتشريعية. أنشأ الديوان العالي زي اللي كان نابليون أنشأه بالظبط. أنشأ الديوان العالي وعمل رئيس الديوان العالي ده نائب أو وكيل للباشا،
مهمة الديوان العالي البحث في كافة شؤون الحكومة. ديوان العالي بيمثل مجلس الشعب دلوقتي أو مجلس الوزراء. مجلس المشورة أو مجلس الشورى بيتألف من كبار موظفي الحكومة والعلماء والأعيان، بيعقد مرة واحدة في السنة استشارة، مهمته الاستشارة في المسائل التعليمية والأشغال العمومية. يهمني جدا إن أنا أكون عارفة وظيفة كل مجلس من المجالس والدواوين اللي أنشأها محمد علي. يبقى مجلس المشورة مهمته استشارية في مسائل الإدارة والتعليم والأشغال العمومية. المجلس العالي، إيه المجلس العالي ده؟ اللي حاليا بيمثل مجلس الوزراء، بيتألف من نظار الدواوين. كلمة ناظر ديوان يعني وزير، كلمة ناظر ديوان بتمثل حاليا كلمة وزير، ورؤساء المصالح. وكمان محمد علي ضم ليه 2 من الأعيان. مين الأعيان دولت يا مس؟ زي ما احنا لسه قايلين، الأعيان هم كبار ملاك الأراضي. 2 من الأعيان عن كل مديرية، و2 كمان لشؤون الحسابات. وأنشأ كمان حاجة اسمها القانون الأساسي. أخلي بالي القانون الأساسي عند محمد علي والقانون الأساسي اللي وضعه دفرن. فاكرين دفرن؟ لسه هتاخدوه. القانون الأساسي اللي وضعه محمد علي كان يهدف إلى تنظيم العلاقات بين الدواوين الحكومية. يبقى هدف القانون الأساسي اللي وضعه محمد علي تنظيم العلاقات بين الدواوين الحكومية وتحديد اختصاصاتها. ايه الدواوين دي؟ ديوان الإيرادات، ديوان الجهادية، ديوان المدارس اللي هو وزارة التربية والتعليم، ديوان البحر الأسطول اللي هو يعتبر وزارة البحرية، ديوان الأمور الأفرنجية زي الكوميسيون كده والتجارة المصرية، ديوان الفابريكات، وديوان الخديوي أو الديوان الخديوي، ودول اتضافوا جديد للدواوين اللي أنشأها محمد علي. المجلس المخصوص بيختص بالنظر في الشؤون الكبرى للحكومة وتشريع اللوائح والقوانين وإصدار التعليمات لجميع المصالح الحكومية. يبقى أنا يهمني كل اختصاص للمجالس اللي حطها محمد علي. المجلس المخصوص بيختص النظر في الشؤون الكبرى للحكومة وتشريع اللوائح والقوانين، يبقى مهمته مهمة تشريعية. المجلس العمومي ده للنظر في شؤون الحكومة العامة. خلي بالكم كلها للنظر، يعني حاجات استشارية. بالرغم من وجود جميع تلك المجالس والدواوين فكان محمد علي هو مصدر السلطة العليا. يبقى المجالس والدواوين اللي حاططها محمد علي دي ولا ليها أي لازمة، لأن الحكم في عهد محمد علي قايم على فكرة اسمها فكرة الحكم الفردي والمطلق. مين اللي بيحكم؟ محمد علي. مين اللي في ايده كل حاجة؟ برضه محمد علي. ده بالنسبة للنظام التشريعي والتنفيذي، السلطتان التشريعية والتنفيذية. نشوف التقسيم الإداري. مصر أيام الحكم العثماني كانت متقسمة 16 إقليم. جه محمد علي بدل ال16 إقليم دول خلاهم 7 مديريات فقط. يبقى محمد علي قسم مصر إلى 7 مديريات بعد ما كانت كام؟ 16 أيام الحكم العثماني. 7 مديريات يعني 7 محافظات متساوية المساحة، كل مديرية على رأسها مدير يعني محافظ، وكل مديرية اتقسمت لمراكز، والمراكز كل مركز على رأسه مأمور، وكل مركز اتقسم لأقسام وعلى رأس كل قسم ناظر، ماشي، وبعدين نواحي، وبعدين قرى، على رأس كل ناحية أو قرية عمدة. أخلي بالي من الجزء ده كويس قوي. يبقى محمد علي قسم البلاد لمديريات، والمديريات لمراكز، والمراكز لأقسام، والأقسام لنواحي وقرى. كل جزء من الأجزاء دي ليه حاكم. المديريات بيحكمها مدير، والأقسام والمراكز بيحكمها مأمور، والأقسام بيحكمها ناظر، والنواحي والقرى يحكمها عمدة. خلي بالي من الوظائف دي، لأن الوظائف ديت مهمة. مين اللي كان بيحكم؟ العنصر التركي. يبقى المأمور أو الناظر أو العمدة دوت كله مين اللي بيتولى الوظائف دي؟ العنصر التركي. يبقى كان العنصر التركي يتولى كل الوظائف الإدارية ما عدا وظيفة شيخ البلد أو العمدة،
لأنها وظيفة مهمة. وطبعا الوظائف المالية، محمد علي ما ينفعش يحط الأمور المالية في إيد أي حد. يبقى عندي مدير، مأمور، ناظر، عمدة. مين اللي بيتولى كل المناصب دي؟ العنصر التركي، ما عدا وظيفة شيخ البلد والعمدة والوظائف المالية ما كانش محمد علي بيخلي الأتراك يتولوها. لكن بعد ضعف نفوذ محمد علي وبدأت سياسته تضعف، بدأ يدخل المصريين تدريجيا في الحكم مكان العنصر التركي. في نهاية عصر محمد علي بدأ إحلال المصريين مكان الأتراك، وبدأ حاجة اسمها تمصير الوظائف مع نهاية السبعينات. أخلي بالي نهاية السبعينات يعني في عهد الخديوي إسماعيل زي ما هنشوف قدام شوية. فيما عدا الجيش ظل الرتب الكبيرة في الجيش حكر على العناصر التركية والشركسية. الحاجات دي بتجيلي في صح وغلط. يقول لي كان العنصر التركي يشغل كل الوظائف الإدارية في عهد محمد علي، صح ولا غلط؟ أقول له طبعا غلط، لأن ما عدا وظيفة شيخ البلد والعمدة والوظائف المالية. يجي يقول لي تم إحلال المصريين محل الأتراك مع نهاية حكم محمد علي، صح طبعا بسبب ضعف نفوذ محمد علي. كل الوظائف أصبحت مصرية في نهاية السبعينيات، غلط طبعا، لأن ما عدا الجيش، الرتب الكبيرة في الجيش كانت حكر على العناصر التركية والشركسية. السلطة القضائية، السلطة القضائية يعني القضاء، الحكم، المحاكم. محمد علي كانت نفوذه في القضاء، خلي بالي أنا مش هيجيني في القضاء غير عن نابليون ومينو، محمد علي ومحمد سعيد. جهود محمد علي في القضاء أضاف بعض الاختصاصات القضائية إلى ديوان الخديوي. أضاف محمد علي بعض الاختصاصات القضائية إلى ديوان الخديوي. أنشأ هيئة قضائية جديدة، عرفت هذه الهيئة باسم جمعية الحقانية. أخلي بالي من جمعية الحقانية دي مهمة قوي، لأن جمعية الحقانية اتغيرت بعد كده في عهد الخديوي إسماعيل لاسم تاني اللي هي مجلس الأحكام. جمعية الحقانية في عهد محمد علي كانت بتختص بمحاكمة كبار الموظفين، وكانت بتعد محكمة جنايات وجنح. كمان أنشأ محكمة تجارية، المحكمة التجارية دي كان اسمها مجلس التجارة. مجلس التجارة يختص بالفصل في المنازعات التجارية اللي بتنشأ بين الأهالي أو بينهم وبين الأجانب. عشان كده دخل في تشكيل المحاكم التجارية ممثلون أجانب، وده طبعا كان يعد تدخل أجنبي في شؤون مصر. يجي يقول لي بدأ التدخل الأجنبي في القضاء منذ عهد محمد علي، صح ولا غلط؟ صح طبعا. إزاي؟ من خلال المحاكم التجارية اللي كان بيدخل فيها ممثلون أجانب. بناء القوة العسكرية، محمد علي بدأ إن هو يعمل جيش ويدرب فيه جنود، ويضم الجنود دولت للجيش يبقوا جنود نظاميين ياخدوا مرتب شهري ويكون ولائهم كله لمحمد علي. بداية الجيش وبداية فكرة الجيش دي بدأت بعد حروب محمد علي في الحجاز ضد الوهابيين. أخلي بالي الوهابيين، حرب الوهابيين، حرب الحجاز، حرب شبه الجزيرة العربية، نفس المسمى. محمد علي بدأ يهتم بالجيش إزاي؟ يعمل مدرسة طب لإعداد أطباء للجيش، ومهندس خانة عشان يعد خبراء في الصناعات المختلفة، وكمان بدأ إن هو يعد الضباط. كان الجيش أداة للتقدم العمراني في مصر إلى مهمته العسكرية، حيث قام محمد علي بإنشاء المدارس المختلفة لخدمة الجيش. كل حاجة محمد علي كان بيعملها عشان يخدم الجيش. يبقى الجيش محور سياسة محمد علي الإصلاحية. أنشأ مدرسة الطب عشان يطلع أطباء يشتغلوا في الجيش. أنشأ مدرسة المهندس خانة عشان يطلع مهندسين يكون ليهم خبرة في الصناعات المختلفة. أنشأ ترسانة، وأنشأ مدارس حربية ومدارس عسكرية، كل ده لخدمة الجيش. يبقى الجيش كان محور سياسة محمد علي الإصلاحية. أول حاجة يعد الضباط. محاولة إعداد الضباط، أول محاولة لإعداد الضباط كان بيعتمد على الجنود الأتراك. جاب الأتراك عشان يدربهم يشتغلوا ضباط في الجيش، لكن طبعا الأتراك شايفين إن محمد علي واحد منهم وزيه زيهم، فبدأ الأتراك يتمردوا على محمد علي ويرفضوا الخضوع للتدريب الحديث زي ما محمد علي بيأمرهم.
لحد الأمر إن هم يتأمروا لعزل محمد علي. فما كان من محمد علي إلا إنه تراجع عن محاولة تدريب الأتراك. يبقى أول محاولة لإعداد الضباط كانت من الجنود الأتراك. فشلت ولا نجحت؟ أكيد فشلت، لأن الأتراك رفضوا الخضوع للتدريب وكمان تأمروا لعزل محمد علي. المحاولة الثانية إن هو اعتمد على أبناء المماليك. أبناء المماليك مش المماليك نفسهم، لأن محمد علي قضى تماما على المماليك، وفتح مدرسة لإعداد الضباط في أسوان. أول مدرسة فتحها في أسوان. طب اشمعنى أسوان؟ لأن أسوان بعيدة عن أي مؤامرات، وكمان جو أسوان جو شديد بيطلع شباب قادرين على التدريب. يبقى أنشأ مدرسة في أسوان لتخريج ضباط عسكريين على النظام الحديث. وكان الضابط اللي بيدرب الضباط دول ضابط من جيش نابليون اسمه الكولونيل سيف، اللي أعلن إسلامه بعد كده وسمى نفسه سليمان باشا الفرنساوي. يجي يقول لي صح ولا غلط؟ كان لنابليون دور كبير في تأسيس جيش محمد علي. أو صح، لأن محمد علي اتخذ من أحد ضباط نابليون ضابط لتدريب الضباط المصري. تاني مرحلة هي مرحلة إعداد الجنود أو تجنيد الجنود. محمد علي قرر إن هو يعتمد عن تجنيد الأتراك والأرناؤوط عشان دولت متمردين، ولسه احنا بنقول اهو إن هم كانوا عايزين يعزلوا محمد علي، فابتعد عن تجنيد الأتراك والأرناؤوط. وكمان ابتعد عن تجنيد المصريين. ليه؟ خايف إن المصريين دولت يثوروا ضد محمد علي، فطبعا يبقى الجيش كله تحت أمرهم. لذلك لجأ لفكرة تجنيد السودانيين. يبقى أولا ابتعد عن الأتراك عشان طبيعتهم المتمردة، وابتعد عن المصريين خايف من ثورة المصريين وكمان محتاجهم في أعمال الزراعة، وراح يجند السودانيين. يبقى أول الجنود اللي جندهم محمد علي في الجيش هم السودانيين. ولكن التجربة دي تجربة فاشلة. ليه؟ لأن معظم السودانيين مات معظمهم لعدم ملائمة الجو لهم. الجو في مصر ما جاش على مزاج السودانيين، فبدأوا يموتوا واحد ورا التاني. فقرر محمد علي إن هو يعتمد على المصريين في إعداد الجنود. ليه؟ لأن المصريين خلاص هم طبيعتهم طبيعة كويسة، وبيلتزموا بالتدريب وكمان بينفذوا الأوامر اللي بتقدم أو بتوجه إليهم. التجربة نجحت نجاح شديد، وخصوصا ظهر النجاح ده في حرب اليونان. ولما اتسعت دائرة التجنيد بدأ محمد علي يجيب ضباط من فرنسا عشان يعاونوه على تنظيم الجيش، وخد الشبان المصريين أرسلهم لأوروبا عشان يتموا دراستهم الحربية. ولما رجعوا مصر حلوا محل المعلمين الأجانب في المدارس الحربية. يبقى محمد علي اعتمد بداية على السودانيين، لكن الفكرة فشلت. اعتمد على المصريين فنجحت نجاح باهر، وأشهر نجاح للمصريين كان في حرب اليونان. ظهر نجاح محمد علي في تدريب المصريين واضحا فين؟ في حرب اليونان. كان الشبان المصريين تحت ظن محمد علي، طبعا صح، لأن محمد علي أرسل الشبان لأوروبا أتموا دراستهم ورجعوا يعلموا في المدارس الحربية اللي أنشأها محمد علي. ظهور البحرية أو الأسطول البحري. الأسطول البحري في عهد محمد علي بدأ محمد علي يفكر في إنشاء أسطول بحري إمتى؟ عندما شرع في دخول الحرب الوهابية. أنا قلت الحرب الوهابية هي حرب شبه الجزيرة العربية، هياها حرب الحجاز. لما محمد علي راح يحارب في الحجاز بناء على رغبة السلطان العثماني، بدأ يأسس البحرية المصرية، فأنشأ ترسانة في بولاق. يبقى بداية الترسانة في بولاق يعني في القاهرة، وبعدين الترسانة في الأسكندرية. يعني إيه ترسانة؟ يعني مكان لصناعة السفن الحربية والتجارية. وكمان أنشأ معسكر لتعليم البحارة من الجنود الأعمال البحرية، وأقام أو أنشأ مدرسة ومستشفى بحرية فين؟ على ظهر إحدى السفن لإعداد الضباط البحريين. مدرسة متنقلة كده أنشأها محمد علي على سفينة جوه الأسطول عشان تعد الضباط البحريين. ومنسيش التعليم طبعا
فأرسل بعثات من الضباط البحريين إلى فرنسا وإنجلترا لإتمام علومهم عملية على ظهر السفن الحربية الأوروبية. مصانع الأسلحة والذخيرة. أنشأ محمد علي مصانع الأسلحة والذخيرة لتحقيق الاكتفاء الذاتي. يعني اكتفاء ذاتي يعني يستغنى عن استيراد السلاح من الخارج. يبقى ما يجي يقول لي صح ولا غلط. قام محمد علي بإنشاء الأسلحة والذخيرة لتحقيق الاكتفاء الذاتي. أقول له طبعا صح. ازاي؟ عشان يستغني عن استيراد السلاح من الخارج. يعني استيراد يعني الشراء من الخارج. وكمان أنشأ ترسانة في القلعة لصنع الأسلحة وصب المدافع، ومصنعين للبارود، مصنع بالحوض المرصود ومصنع تاني في حي السيدة زينب في القاهرة. وكمان أنشأ مقياس بجزيرة الروضة، وأنشأ قلاع واستحكامات لازمة للدفاع عن ثغور البلاد والعاصمة، وأصلح قلعة صلاح الدين، وأصلح كمان قلاع الأسكندرية ورشيد ودمياط اللي كان أنشأها المماليك قبل كده. دي سياسة محمد علي الداخلية جوه مصر. دي الدولة الحديثة اللي بناها محمد علي داخل مصر. طبعا أول حاجة وأهم حاجة عشان نبني دولة قوية أهتم بالتعليم وإنشاء المدارس. لو أنا ما اهتمتش بالتعليم عمري ما هكون دولة قوية، وعمري ما هنشئ الدولة اللي أنا عايزاها. وهو ده اللي عمله محمد علي عشان يبني الدولة على الطراز الحديث زي فرنسا وزي معظم الدول الأوروبية. أنا كده خلصت الدرس. استنوني الحصة الجاية هنتكلم عن سياسة محمد علي الخارجية. تابعوا القناة وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وكمان تعملوا لايك ومشاركة للفيديو عشان يوصل لكل أصدقائكم، وتحطوا تعليق لو عجبكم الشرح عشان يوصلني رأيكم. بالتوفيق إن شاء الله. كانت معاكم مس حنان الشحات. السلام عليكم ورحمة الله.